بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا ومرحبا بكم في مسرح الشباب التابع للبيت الفني للمسرح مع الوزير اشرف مرعي، الساده الضيوف. انا يعني ما فيش كلام محضر اقوله على العرض اللي هتشوفوه النهارده. العرض ده بدايه لسلسله من العروض اللي بتتكلم على مشاكل اخواننا، هم بيقولوا ذوي الاحتياجات الخاصه، انا بقول ذوي القدرات الخاصه. انا عايز اقول لكم، انا جيت شفت بروفتين، لقيت الناس اللي بتحب مصر بجد، الناس اللي قلبها صافي، الناس اللي قلبها ابيض، الناس اللي هم عايزين يقدموا حاجه لمصر وهيتجننوا عايزين يخدموا البلد دي، واحنا مش قادرين نساعدهم. عشان كده انا تعمدت النهارده، بس معالي وزير الثقافه بيعتذر عشان موضوع الطياره ما قدرش يجي، انا تعمدت اعزل الوزراء واعزل المسؤولين عشان بدل ما اكتب للدكتور اشرف مرعي شكوى لحد منهم، انا بقدم الشكوى في عمل فني. والسيد رئيس الوزراء والشباب دول متحمسين يروحوا ال 27 محافظه، قالوا عشان نروح لزمايلنا. بدون مشاهدات وبدون ما بيطلعوا في التلفزيونات يقولوا احنا بنحب مصر، انتوا هتشوفوا ناس بتحب مصر بجد، لان ناس من ابطال المسرحيه دي بيقدموا مشاكلهم، اكتشفت ان هم اصحاب المشكله. يعني هم المشكله دي حصلت لهم هم وبيمثل مشكلتهم. اللي حصل له ده والسبب اللي حصل فيه، لو اي واحد من اللي بيقولوا عليهم اسوياء كان بقى ناقم على الدوله وعلى البلد، انما ايه الصفاء ده وايه القلوب البيضاء دي وايه حب مصر ده اللي انا شايفه عند الناس ده، ايه الذكاء الخارق ده. احنا لازم ارجوكم كل المسؤولين، كل اللي في ايديه حاجه يعملها، احنا لازم نستفيد من الناس اللي هي عايزه تفيد مصر. وانا بقول احنا 90 مليون، الناس دي عددها 16 مليون، ال 16 مليون دول قادرين يقودوا مصر، ومصر باقيه وان شاء الله مهما حصل مصر لن تنتهي، لان احنا عددنا كتير قوي، وال 16 مليون دول بمقاس 160 مليون. انا بتمنى لكم سهره سعيده، العرض مستمر ان شاء الله، وهنخاطب معالي وزير الشباب عشان يا دكتور اشرف الناس دول عايزين يروحوا ال 27 محافظه، فرجاء لحضرتك انا بقول لحضرتك انا كبيت فني ما عنديش الامكانيه الماديه، وهي مساله صعبه. احنا نتعاون مع بعض، وزاره الثقافه مع الشباب والرياضه مع المحافظين مع التضامن، الحكايه مش مكلفه، والناس دول طلباتهم ما بياخدوش زي الاستاذ محمود حميد ولا حاجه، بياخدوا اقل كتير. انا ادعو ان انتوا تستمتعوا بعرض كويس. هنبدا بالسلام الجمهوري وبعدين نبدا المسرحيه، وكل سنه وانتم طيبين وتحيا مصر.